السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم عن طريقة عمل الأسوار النباتية بنباتات مزهرة زي ما احنا شايفين كده. طبعا هو ده اللانتانا كامارا. هو هنا عامل حاجة، اللانتانا كامارا فيها أكتر من لون. هو هنا زرع لون أصفر مع لون برتقاني، نوعين يعني نفس الطيب. فهو طبعا هو هنا عامل معايا الشيب أو الشكل عندي بيكون زي ما احنا شايفين كده، شكل جميل جدا. هو ميزة اللانتانا كامارا أولا إن سعرها رخيص، يعني سعرها مش غالي. تاني حاجة إن هي مزهرة طول السنة، يعني معايا في الصيف بتزهر وفي الشتاء بتزهر. طبعا في الشتاء التزهير ممكن بيكون معدله أقل سنة صغيرة، بس هو كده كده برضك بتكون عندي مزهرة في الشتاء. طب هو هنا بدأ إن هو يخلي النبات يكبر، وبدأ إن هو يقص وثبت القص عند مستوى معين، بحيث ان هو يقدر يحافظ عندي على الشكل اللي احنا شايفينه كده. فاداني المنظر اللي احنا شايفينه بالشكل ده، بيكون عندي سور مزهر. وهنا مديني لون، عندي لون اصفر، ومديني عندي لون برتقاني. طبعا هو هنا ميزة النباتات المزهرة طبعا بتبدأ تيجي عندي في فراشات بتبدأ تبقى موجودة، بتخلي الشكل يعني تحب. طبعا الفراشات بتحب الأماكن اللي هي بتكون فيها آثار. وبرضك عشان الناس اللي بتخاف من النحل والدبير، برضك بيكون عندي زي ما احنا شايفين هنا، بيكون عندي نحل بيجي برضك على النبات عندي أو على الأزهار، بحيث إن هو يقدر ياخد منها الرحيق إن هو بيقدر يكون بيه العسل. الخدمة بتاعت النبات سهلة طبعا، سعره رخيص. طبعا بيدينا منظر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا هو هنا المنظر ده اداني لان هو اختار نوعين من اللانتانا، لونين قريبين من بعض، وبدأ يزرعهم جنب بعضهم. شكرا.